في ناس فعلا فاكرين إن هم يقدروا يضربوا أي حد مش متفق معاهم سياسيا، ومش هيكون في أي عواقب على كده. بالصدفة لقيت فيديو لراجل بيستغيث وبيطلب المساعدة لأنه مراته اتقبض عليها، ومن أول نظرة هتفتكري يا إلهي إيه اللي حصل للراجل الغلبان ده؟ أنا محتاج مساعدة، مش عارف أعمل إيه. مراتي محتجزة عند الهجرة والجمارك. الهجرة وجمارك الأشرار. الهجرة والجمارك الأشرار اللي محتجزين الست الغلبانة البريئة دي، صح؟ هي دلوقتي في سجن مقاطعة أوشن ومش عارف أوصل لها. هي بتحاول تكلمني على طول بس مش راضين يخلوني أحط فلوس على كارتها. الجهاز اللي في سجن تومز ريفر بايظ، وكل الأرقام والحاجات اللي أدوها لي مش صح أو مش بتسمح لي أحط فلوس على كارتها، وسلطات الهجرة والجمارك الأمريكية جاية هناك عشان ياخدوها. أنا محتاج محامي هجرة، أنا محتاج مساعدة، مش عارف أعمل إيه، مش عارف. فيبدو إنه فعلا عارف يعمل إيه، لأنه عمل صفحة كاملة على جو فاند مي. ساعدوني، ساعدوا مراتي البريئة الطيبة الجميلة اللي من كندا. هي واحدة مننا وتحتجزت لدى سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية من غير سبب، ما عدا إنه في سبب، فعلا في سبب خطير جدا، سبب خطير جدا 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 جدا. معك فلوس؟ أنا مفلس خالص، بس لازم ألاقي حل، لازم أنقذها. أنا بحب. أنا محتاج مساعدة، محتاجك تلاقي حل. مش عارف ده لسه حصل دلوقتي. أنا محتاج مساعدة، محتاج مراتي، مش عايزها تتأذي، مش عايز أشوفها يحصل لها حاجة. يعني أي حد بيتفرج على الفيديو ده وعنده قلب هيقول لنفسه لا، ولا واحد فينا عايز يشوفها تتأذي. الست مسكينة، الراجل كمان هو مفلس، يلا نساعدها. بس مرة تانية هما بيكدبوا عليك. يلا نكمل الفيديو ده ونعرف ايه اللي حصل فعلا. أنا مش عارف أعمل إيه. أنا مش عارف أعمل إيه. امبارح 13 يوليو مراتي اتقبض عليها من الهجرة واتنقلت لديلاني هول في نيويورك نيوجيرسي. طيب احنا هنتفرج بعدين على تجميع لكل الفيديوهات اللي هو عملها عن الحاجة الفظيعة دي اللي بتحصل، بس يلا ندخل في تفاصيل القصة. دي ست اسمها كيتلين تريسي، وهي مجرمة مهاجرة غير شرعية من كندا، وموجه لها تهم بالاعتداء البسيط، إهمال طفل، التستر على جريمة، والتواصل بغرض المضايقة. هي متهمة إنها ضربت بنت مراهقة كانت لابسة حاجات بتدعم ترامب على الممشى في الشاطئ خلال عطلة 4 يوليو. تم القبض عليها بواسطة قسم شرطة الشاطئ اللي نسق ونقلها بشكل منظم لحجز إدارة الهجرة والجمارك، وحتفضل هناك لحد ما إجراءات الهجرة بتاعتها تخلص. هي دخلت الولايات المتحدة يوم 14 أبريل بتأشيرة كان المفروض تنتهي في 6 سبتمبر، وبمخالفة قوانين بلدنا هي قعدت بعد انتهاء التأشيرة وما غادرتش البلد. بكل بساطة الست دي دخلت أمريكا من غير ما تتبع الإجراءات القانونية الصح، وقررت إنها مش بتحب ترامب لدرجة إنها تقدر تمشي وتضرب بنات صغيرين بالقلم. وطبعا كل اللي حصل اتسجل بالكاميرا، ولما بقى فيه عواقب لتصرفاتها اتقبض عليها البوليس عشان عملت حاجة غير قانونية بشكل لا يصدق. جوزها بعد كده بدأ يشتكي بشكل كبير. يا إلهي، إدارة الهجرة والجمارك أسوأ حاجة، بدل ما يوضح هي عملت إيه غلط. ودلوقتي مش هيستغربك تشوف نوع الست دي اللي فاكرة إنها تقدر تخرج وتهاجم بنات صغيرين لمجرد إنها مختلفة معاهم سياسيا. يلا نشوف الفيديو. شوية أنا أسفة، أنا عضو. طيب بعيدا عن إنها المفروض تتقبض عليها عشان بوظت لي طبلة ودني، ينفع أرفع عليها قضية؟ المفروض أقدر أرفع قضية، صح؟ الأمريكان بيرفعوا قضايا على أي حاجة وكل حاجة. يلا شوف ده، الناس بتغني حوالين بعض، ودلوقتي الناس بتجمع على راب، ودلوقتي الناس بتنط حوالين بعض. روح شوف شكلك، أنا حرفيا كنت عزبت. طبعا عندها شعر تحت باطها، وطبعا هي عندها طبعا هي بتعمل كل الحاجات دي، وطبعا شايفة إن ده عادي جدا رغم إنها بترقص وبتستعرض قدام الكاميرا. طبعا لأن الناس اللي مش متزنين عقليا بيبقوا كده. تمام، الناس اللي مش متزنين عقليا بيبقوا كده. مش كويس، لا. نويل. وطبعا شعرها لون وردي، يعني ده كان المفروض يوضح لنا كل حاجة محتاجين نعرفها. ايه اللي حصل للناس؟ ليه فاكرين ان الفيديوهات دي عادي؟ اهلا، انا كاتي، انا مرات ماستر جرافا. انا هنا عشان اتكلم عن الكومنت ده من سوزي، وكنت عايزه اقول هاي، يا رب كل حاجه تكون كويسه في تورونتو.
ايوه زي ما الكل لاحظ احنا رجعنا جيرسي. بقينا هنا بقالنا حوالي شهرين بنحاول نرجع حياتنا لطبيعتها. ده مثير للاهتمام صح؟ هي وجودها هناك غير قانوني، هي هناك بشكل غير قانوني، ولسه فكرة إنها تقدر تنشر على الإنترنت عن مكانها. هي كده مستمرة بالمخالفة. هي أهدت أكثر من مدة الفيزا بتاعتها. كنت هتفتكري إنه من البديهي في المرحلة دي إنه لو أنت عايشة في مكان بشكل غير قانوني على الأقل ما تعترفيش بده على الإنترنت. يعني اسكتي بس، ما تقوليش فين، مش لازم تقولي فين، بس ما تقوليش أي حاجة. لكن لا 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 لا، هم فاكرين إنهم يقدروا يفلتوا من كل حاجة، وعشان كده فاكرين كمان إنهم يقدروا يفلتوا من ضرب الستات. شغل بنحاول نلاقي بيت ولسه ما قدرناش نلاقي ولا ده ولا ده. ايوه كنا مركزين اننا نرتب حياتنا، وده بيخليني اوصل النقطة اللي هي ليه اخدنا وقت طويل عشان نعمل فيديو ونقول لكم ايه اللي حصل. كنا عايزين نتأكد ان كل حاجة عندنا صح وكل حاجة مترتبة قبل ما نعمل فيديو او نستعجل في اي حاجة، لاننا فعلا عايزين نتجنب موضوع هو قال هي قالت. أو بصراحة أنا شايفة إن في الوقت ده الناس اللي بتعمل محتوى لازم تتعلم إنهم يقولوا جمل واضحة بدل الكلام الكتير على الفاضي طول الوقت. بس اللي أنا شايفة إننا بنشير ليه هنا هو إنه ممكن الزوج اللي عمل كل ده، يا إلهي، يكون عنده مشاكل في شخصيته أصلا. يعني اتفرجوا على ده وقولوا لي رأيكم. مثال، دلوقتي خلال الايام الجايه هتسمعوا ناس كتير بتقول انه غلط نفرح بموت حد، وغلط نضحك لما حد بيتاذي حتى لو احنا مختلفين معاه سياسيا. واللي عندي اقوله عن ده انهم ما عندهم مشكله يضحكوا علينا، ما عندهمش مشكله يضحكوا لما الناس بيتسحبوا من عائلاتهم على ايد سلطات الهجره الامريكيه، ما عندهمش مشكله يضحكوا لما الناس بيتحرموا من الرعايه الطبيه او السكن او الاكل او اللبس او ابسط معامله انسانيه. يا له من مفاجأة إن الراجل اللي فاكر إنه يقدر يحتفل بموت حد بيختلف معاه سياسيا مش بس لابس زي المهرج وزعلان إن الناس بتسخر منه، لكن كمان السبب إنهم بيسخروا منه هو إنه لابس زي المهرج. هو كمان متجوز واحدة مش فارق معاها تضر الناس اللي بيختلفوا معاه سياسيا. يعني ده مش مفاجأة، بس برضه بطريقة ما بيخلي الموضوع عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية. الهجرة والجمارك عشان أنت ما عملتش الإجراءات الصح عشان مراتك تدخل البلد بشكل قانوني، ففاكر إنك لو هجمت الهجرة والجمارك وخليتهم هم الأشرار فجأة هتطلع منها سليم. لا لا لا، لو عملت حاجات غير قانونية مش ذنب الشرطة، ده ذنبك أنت. هم بيضحكوا لما الناس حتى وجودهم نفسه بيتنكر ليهم. الناس دي بتضحك لما الشرطة تضرب عيال سودا بالنار أو تقتل واحد أسود بالوقوف على رقبته. هم بيضحكوا لما ولد يخنق واحد أسود في المترو والرئيس يعزمه على ماتش كورة. يعني عندك مشكلة إن في ناس ممكن يكونوا واقحين مع ناس تانيين عشان خلاف سياسي، لكن ما عندكش مشكلة إنه مراتك تضربها. دايما بيضحكوا علينا. طب ليه ما اضحكش لما واحد منهم يتضرب في رقبته ويموت؟ الدنيا بقت أخف من غيره. وأنا بقول أول واحد يا ولاد وبنات. أوف، أظن أوف. تمام، على أي حال كويس إن الراجل ده مش زعيم سياسي. بس تاني هرجعكم دلوقتي الفيديو ليها، الشابة دي في حاجة درامية؟ زي لا مش كده. كان عندي تجربة شبه كده بالظبط. احنا ما تواصلناش معاهم، واحنا عايزين نقدر ناخد شهاداتهم عن اللي حصل معاهم ونتكلم بس عن اللي حصل معانا علشان نتأكد فعلا ان الناس تعرف هي بتشتري من مين. نتأكد فعلا ان الناس تعرف هي بتشتري من مين. sure that people do know who they're buying from. دي آخر مرة مراتي كيت رجعت فيها. تمام. كنا بأتلانتيك سيتي عشان عيد ميلاد صاحبنا، وكنا في عربية مع شوية ناس بيدخنوا، وأنا مش بدخن سجاير وكمان عندي حساسية من السجاير. دي معلومة بايخة عني بس والله حقيقية. واتسحلت في الشرب في الكازينو ببلاش، واغمي عليا في الأوضة اللي كل الناس فيها كانوا بيدخنوا سجاير. وانا بصراحة ما فكرتش في الموضوع قوي، وتاني يوم حسيت اني تعبانة جدا واستنيت لفينا شوية بالعربية، بس كنت حاسة اني تعبانة جدا بس لسه ما رجعتش. وبعد كده اكلنا اكل مكسيكي. بجد مفيش حد مهتم؟ لا، مفيش حد مهتم فعلا. أنا مستغربة إن السبب اللي مش بيخليهم يتوسلوا ويطلعوها من الهجرة هو إنها عندها حساسية من السجاير، وده خطر على حياتها. يعني صح؟ وبينما الفيديو ده مش هيتنشر، يعني المحتوى الفعلي لهجومها على القاصر ده اللي فعلا لفت انتباهي في الموضوع ده. وهنقرأ فعلا إيه اللي حصل، هو إزاي الراجل ده بيعرض القصة صح؟ دي الحركة الكلاسيكية. اسمعي كده. مراتي اتقبض عليها من الهجرة واتنقلت لديلاني هول في نيويورك نيوجيرسي. دي محاولتي إني أوصل لأي وسيلة إعلامية خصوصا اللي في نيوجيرسي زي نيوز 12 نيوجيرسي أو NJ.com أو أي صحفيين أو مراسلين محليين عايزين يسمعوا قصتنا. مراتي طبعا يلا نخليها ضجة عالمية دلوقتي، بس تاني
ركزوا في القصة اللي هو بيحكيها. هي مواطنة كندية وأنا مواطن أمريكي. إحنا متجوزين بقالنا أكتر من 3 سنين، وأنا بعمل أي حاجة أقدر عليها عشان صوتها يوصل وحد يساعدها ويهتم بحالتها عشان أقدر أطلعها، حتى لو ده معناه ترجع كندا. يعني هل قلت إنك هناك وإنها هناك بشكل غير قانوني؟ هل قلت كده قبل كده؟ لا 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 لا، بس قلت إنها كندية وإنها عادية. هدفي الأساسي هو أمان وراحة مراتي، وده كل اللي يهمني. مش فارق معايا رأيك فيا أو في الموقف ده، مش مهم. اللي يهمني بس هو أمانها وراحتها. لا، هو فعلا مش مهم، لأن لما الناس بتعمل حاجات مخالفة للقانون بيتسجنوا. وبصي، أنا مش بحتفل إنها ممكن تكون بتعاني في الزنزانة، ده مش ممتع لأي حد، ومش شايفة إن ده كويس. أنا كمان مش شايفة إن المفروض حد يفلت من العقاب لما يعمل حاجات مخالفة للقانون وبعدين يطلع على الإنترنت ويتكلم عنها ويستنى ياخد اهتمام كبير وهو أصلا مش بيعترف باللي حصل فعلا. ولو أي حد حابب يتكلم معايا يقدر يتواصل هنا، أنا كمان عندي حساب على انستغرام. اسم الحساب هو دراب ماستر هاش، وكمان عندي روابط في البايو لطرق مختلفة تقدروا تتواصلوا معايا بيها. أنا مقدر جدا كل الدعم والكلام الحلو اللي الناس قالوا لي، وأنا عارف إن مراتي كمان هتكون مقدرة الحاجات دي. ولكل الناس اللي عايزين ينشروا شائعات ومعلومات غلط، أتمنى تلاقوا السلام في يوم من الأيام، بس انتوا ناس حقيرين. ماشي، شايفة لو الناس فعلا هتجرب وتكون موجودة وتساعد وتسمع قصتك، ليه على طول بتقولي إن أي حد مش بيعمل كده حقير؟ ده مش مقبول اجتماعيا، صح؟ طيب يلا نشوف إيه اللي حصل. يوم الأربعاء جيروني تهم النقطة. ثانية واحدة. طيب إيه اللي حصل فعلا؟ كيتلين تريسي عندها 33 سنة، اتقال إنها واجهت مجموعة من 4 مراهقين، من ضمنهم بنت عندها 6 سنين لابسة بنطلون رياضي عليه ألوان وطنية وكلمة ماجا ومكتوب عليه كلمة آيس في ممشى بوينت بليزنت في عطلة يوليو. تريسي كانت مقيمة في أمريكا بشكل غير قانوني بعد ما انتهت مدة تأشيرتها وقت القبض عليها. اتقبض عليها بعد ما دخلت في مشادة مع مراهقة واتقال إنها ضربتها على وشها وجسمها يوم 3 يوليو. تريسي صورت اللي حصل وكاميرات المراقبة سجلت الاعتداء حسب كلام الشرطة اللي طلعت أمر ضبط وإحضار لها. ده اللي ذكرته الوسيلة الإعلامية. الجارة اللي مش لطيفة قوي من الشمال واللي كانت عايشة في أوشن جروف مع جوزها بقالهم 3 سنين مات. جيروني اتقبض عليها يوم الاثنين وتوجهت ليها تهم بتعريض طفل للخطر والاعتداء البسيط والمضايقة وعرقلة العدالة حسب سجلات المحكمة. واحدة من الشهود قالت لجريدة بوست ستاندرد إنها شافت الخناقة الكبيرة بتحصل جنب جناح الأكل الداخلي بتاع جينكنسون. أنا ما شفتش البداية، بس شفتها وهي بتجري ورا البنت اللي عندها 16 سنة، وكان في صياح ورد بينهم على حد قول الشاهدة اللي طلبت عدم ذكر اسمها. كل حاجة حصلت بسرعة. كلنا كنا بنقول أكيد كانت سكرانة عشان تروح ورا بنت عندها 16 سنة. تريسي وجوزها جيروني اللي بيقدم نفسه كنجم على السوشيال ميديا قال يوم الأربعاء إنه مراته اتخذت لمركز ديليني هول للهجرة في نيويورك، وهناك اضطرت تتحمل ظروف سيئة جدا. هي قالت لما جابوها هناك سابوها في أوضة واضطرت تنام على دكة حديد والنور كله مولع. أوكي، سابوها في الأوضة لمدة 24 ساعة كاملة يعني. أهلا بيكي في السجن. هي قالت إن الظروف هناك فظيعة وواضح إنها متضايقة جدا. غيروني قبل كده أتكلم كتير على السوشيال ميديا ضد مركز احتجاز المهاجرين اللي فيه زحمة جامدة واللي توجهت له اتهامات بسوء المعاملة وظروف غير آدمية للمهاجرين. هو نشر مناشدة باكية على السوشيال ميديا يوم الثلاث وطلب من المسؤولين يفرجوا عنها. كايتلين بلا 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 بلا. كايتلين تريسي هي مهاجرة قانونية من كندا وعليها قضايا جنائية. حسب كلام وزارة الأمن الداخلي اتهموها بالاعتداء البسيط وإهمال طفل والتستر على جريمة والتواصل المزعج. دخلت أمريكا في أبريل بتأشيرة كانت هتنتهي لكنها ما سافرتش. رسالتنا واضحة، لو جيت بلدنا بطريقة غير قانونية وخالفت قوانيننا هنلاقيك وهنقبض عليك وهنرحلك. يعني أيوه، على فكرة هو عنده تاريخ كامل من نشر بوستات بتستهدف ترامب، ومن ضمنهم واحد قاسي بيتمنى فيه موت الرئيس وأسرته بعنوان حتى الأطفال الصغيرين. ولا فعلا ده مش مبالغة خالص، لازم كلكم تشوفوا الفيديو ده. بصراحة مقرف جدا، بيدعي على عائلة ترامب كلها بالسرطان، وأنا أقصد الكل حتى الأطفال الصغيرين وكل حاجة. هاتوا القنوات المائية، يلا نبدأ. شوف، مأثرة على الأوردة في رجليه. صور ليه؟ affecting the veins in his legs. Photos of the تمام، ها هو ده الراجل، دي القصة، وده مجرد تذكير للجميع إنه لو عايز تعيش في بلد معينة لازم تحترم قوانينهم. ولو كنت فاكر إنك تقدر تروح مكان بشكل غير قانوني وتتصرف زي ما تحب من غير ما تتحمل العواقب وبعدين تنشر حملات جمع تبرعات اللي على فكرة اتشالت بعد كده علشان الناس تدعمك في معركتك ضد بلد انت أصلا مش جزء منها بشكل قانوني، ده ممكن يرجع يضرك في الآخر. افتكر إنك تبقى مواطن في بلد دي ميزة مش حق، وإنك تكون في بلد بشكل غير قانوني والبلد دي مش محتجزاك
ده غلطة، ولو عملت غلطات أكتر ممكن تتقبض عليك وممكن تضطر تتحمل العواقب. شكرا لاهتمامك بالموضوع ده.